قبل ما ابدأ الملخص حابب اقول لك وحشتني يا صديقي، وعاوزك ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة علشان الفضل بعد ربنا انتو. ويلا بينا نبدأ. بص يا صاحبي، الفيلم ده بيبدأ حكايته على شاطئ اسمه جولد كوست، كده في حتة حلوة على البحر. يجي لك واد كندي اسمه جريج ومعاه صاحبته هيذر اللي حامل. وصلوا على منتجع اسمه تاكر علشان يعملوا غطس كده مع قروش. وهم هناك يقابلوا قبطان المركب اللي هيطلعهم الرحلة دي، واد اسمه تاكر برضه زي المنتجع بالظبط. المهم تاكر ده يسألهم سؤال غريب شوية: انتوا جايين لوحدكم ولا معاكم حد؟ هاذر تقلق كده وتقول لنفسها ايه السؤال ده، بس في الآخر يوافقوا ويقولوا له لوحدنا. يطلعوا المركب بقى وتاكر يحكي لهم حكاية ازاي نجا من هجمة قرش قبل كده، ويوريهم علامات عضات كبيرة على جسمه كده عشان يثبت لهم. يوصلوا المكان في نص المحيط ويحطوا جريج وهاذر جوه قفص وينزلوهم تحت المية. هاذر كانت قلقانة في الأول، بس لما شافت القروش بتلف حوالين القفص انبسطت بالموضوع كده وعجبتها التجربة. أول ما تاكر يطلع جريج وهاذر من القفص يعمل حركة محدش يتوقعها: يروح طاعن جريج مرتين في رقبته ويرميه في المية. هاثر يا عيني تتجنن من الرعب وتصوت. في حتة تانية كده مش بعيدة في واحدة أمريكية بنت حلال اسمها زفير، دي بتاعت ركوب أمواج، كانت مسافرة لوحدها في المنطقة. تقابل واحد سمسار عقارات اسمه موسى، يطلب منها تساعده ويشغل عربيته. موسى ده كان راحم شوية، قال لها لو ما ساعدتنيش هقول للمحل اللي جنبك إنك رميتي زبالة في الباسكت بتاعه. إيه قلة الذوق دي؟ المهم زفير توصل موسى لعربيته وتساعده يشغلها، وهم مع بعض كده يتكلموا عن حبهم لركوب الأمواج وحاجات تانية في حياتهم. بعدها زفير وموسى قضوا ليلة كده مع بعض. لما موسى راح يعمل لها فطار الصبح لقاها مشيت خلاص وراحت على المحيط. زفير بقى وهي بتطلع اللوح بتاعها تكتشف إنها نسيت مفتاح الزعنفة بتاعتها في بيت موسى. في طريقها تلاقي تاكر وعربيته، فسألته إذا كان عنده مفتاح زيادة. أم تاكر ده اداها واحد، بس في اللحظة اللي زفير كانت بتراسل موسى واديته ظهرها يروح تاكر حاطط كيس على راسها ويخطفها. يا نهار أسود! موسى يا معلم يعدي على المكان اللي زفير كانت راكنة فيه عربيتها ويحاول ينزل معاها المية بعد ما هي قالت له إنه ممكن يلاقيها. لما حاول يتصل بيها سمع تليفونها بيرن قريب منه. بعد شوية موسى لقى عربية زفير بتتسحب، فراح على طول على البوليس لأنه شك إن في حاجة وحشة حصلت لزفير. جدع موسى ده. تصحى زفير تلاقي نفسها متكتفة في أوضة فيها هاذر كمان. تحاول تفك نفسها من السرير وبعدين تاخد بالها إن في سلك كده في البيكيني بتاعها من فوق. تحبيه بسرعة لما تاكر يدخل ويحاول ياكلهم، بس في الآخر تاكر يكتشف السلك ده ويبوظ خطة زفير للهروب. في نفس الليلة الستات دول يصحوا بعد ما تاكر كان مخدرهم. زفير كانت متكتفة في كرسي، أما هيذر كانت متكتفة بحزام ومتعلقة فوق المية. تاكر يطلع الكاميرا بتاعته وينزل هيذر في المية، والقروش تبدأ تلف حواليها بعد ما هو نزل لها طعم. على الرغم من توسلات زفير، تاكر ده قتل هيذر وخد خصلة من شعرها وحطها في مجموعة مع شرايط وشعر من ضحايا تانيين كان عمل فيهم كده. يا لهو على الرعب! بعد شوية زفير عرفت تفك نفسها، راحت كسرت مقبض بتاع سلة زبالة وطعنت بيه تاكر في رقبته. خدت مفاتيحه وفكت نفسها قبل ما تحاول تهرب. تاكر ده طاردها وطعن رجلها بمهدئ. زفير عرفت ترمي كاميرا تاكر في المية، بس وهي بتحاول تعوم لمركب تاني عشان تطلب المساعدة المهدئ عمل مفعوله عليها، فتاكر سحبها من المية تاني. اليوم اللي بعده تاكر يرجع على البر عشان يجيب كاميرا ومعدات جديدة. في نفس الوقت موسى اللي كان بالفعل مخلي ناس تدور على زفير لقى تسجيلات كاميرات المراقبة لعربية تاكر وهي معدية جنب عربية زفير من ساعة ما اختفت. موسى الجدع ده لقى عنوان تجربة تاكر ووصل لحد المركب. لقى أوضة زفير وكان خلاص هيحررها، بس تاكر يرجع في الوقت المناسب ويهجم على موسى. موسى يقاوم لحد ما يغمى عليه على إيد مساعد تاكر اللي اسمه ديف، اللي كان بيساعده في حاجات زي الجرايم اللي عملها في جراج وهيذر. بس لما ديف سمع صرخات زفير قام ضرب تاكر على دماغه بفأس. في اللحظة دي ديف حس على دمه. تاكر حط موسى في نفس أوضة زفير. موسى اعتذر لها إنه هو فشل إنه ينقذها وسألها إذا كان هيحصل بينهم حاجة بعد كده. زفير قالت له إن الأفضل إنها تكون لوحدها، بس موسى رفض كلامها وقال لها إنه يعرفها كويس وإنها ما لقتش ناس كفاية تهتم بيها. بعدين تاكر خد المركب لمكان تاني وحط موسى على حزام عشان يكون طعن للقروش. زفير قالت لموسى خليك ثابت خالص. موسى سمع الكلام ده والقروش ما أذتهوش. تاكر سحبه من المية وطعنه كذا مرة في بطنه عشان يجذب القروش تاني،
بس اضطر يخبي زفير وموسى لما الهليكوبتر إنقاذ حلقت فوقيهم. يا عم القرف، مع إنهم اتسجنوا تاني حاولت تكسر صباع إيدها عشان تهرب من القيود بتاعتها. لما الخطة دي منفعتش قامت عضت صباعها خالص وطلعت منه. حاولت تطلب المساعدة بس تاكر اكتشف ده وقطع الكهرباء. مسك زفير وخدرها وحطها على الحزام. دلوقتي نزلها والمية بتنزل عليها قرش، بس حتى مع إن الدم كان طالع من إيدها القرش تجاهلها. سبحان الله. زفير سحبت نفسها فوق الحزام باستخدام خطاف، بس تاكر خلاها تقع تاني في المية، بس هي كانت خلاص اتحررت من الحزام. زفير عمت حوالين المركب ورجعت في المركب تاني، وتاكر بيحاول يشوفها. مسكت بندقية صيد السمك دي وضربت بيها تاكر، فقامت طعنته ورمته في المية، وهوبا القرش الأبيض الكبير ظهر وبلعه بالهنا والشفا. أحسن. زفير اتشدت بخيط البندقية دي، بس سحبت نفسها من المية وشافت مركب حفلة كانت بتحاول تشاور له. لقت إشارة ضوئية واستخدمتها فنبهت المركب. زفير راحت تجيب موسى اللي كان باين عليه فاقد الوعي من الجروح بتاعته. اترجت موسى إنه هو يصحى وقالت له إنها مستنياه لما يرجعوا الشاطئ. موسى صحي وهو فرحان لما سمع الكلام ده، وزفير ابتسمت وضحكت كده براحة.